ازيكم يا شباب اولى ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنبدا مع بعض شابتر 3، وزي ما بدانا من اول الترم بنديكوا ريكاب صغير او ملخص صغير بنشرح فيه كل الافكار المهمه على اللسون. النهارده بنبدا في الدرس الثامن من 13 درس، يعني خلاص فاضل لنا بقيه شابتر 3 وشابتر 4 والكونتنت بتاعهم صغير قوي. عايزه اقول لك معلومه لازم تكون واخد بالك منها، ان ليسون 2 في كل شابتر من الاربعه بتوعك هتلاقيه مليان شويه، يعني 1 و3 و4 هتلاقيهم بساط او الكونتنت بتاع الدرس ده بيكون سهل، لكن دايما ليسون 2 في كل شابتر لو اخدت بالك تلاقيه صعب شويه او فيه شويه افكار. فبعد اذنكم لازم تهتموا بليسون 2 جدا جدا جدا، مش ده ليسون 1 عادي، ده ما تهتمش بيه عادي، لكن ليسون 2 في كل درس مهم جدا، ومهم جدا تكون بتحل اسئله المعاصر، مهمه جدا 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 ومصدر خطير جدا في الحل، لان ان شاء الله امتحانك ما يخرجش منه، وهتلاقينا دايما بننزل لك فيديوهات لحل المعاصر، واجهزوا ان شاء الله لامتحانات شابتر 1 و 2. طيب شابتر 3 ليسون 1 بيتكلم عن ايه؟ عن فكره الريسايكلينج، وان انا لما برجع استخدم الحاجات او بعيد تدويرها ده بيقلل شويه من ان انت بتستنزف الموارد بتاعه البيئه، بلس كمان ان هو مش بيخليك تطلع ويستس كتير، فمش بنلوث او بنعمل بوليوشن عالي في الانفايرمنت بتاعتنا. يبقى فكره الريسايكلينج بنستفاد من حاجتين لازم تكون حافظهم. اول حاجه ان احنا بندكريز البريشر on the resources، بنقلل الضغط على الموارد الطبيعيه الناتشرال ريسورسز بتاعتنا. تاني نقطه بنريديوس وبنقلل البوليوشن. طيب بعد كده بدأ يكلمك عن انواع الريسايكلينج، وهم 3: ميكانيكال، انرجي، كيميكال. ميكانيكال، انرجي، كيميكال. ولو تفتكر الكيميكال كان تحتيه 4 أنواع برضو، وهبدأ أقولهم لك بالترتيب. خلينا في الأول نتكلم عن أول نوع من الريسايكلينج اللي هو الميكانيكال. وفكرة ميكانيكال يعني الحركة، فأول ما تشوف كلمة ميكانيكال تفتكر الحاجات اللي بنفضل نفتفتها لحاجات بسيطة قوي أو فلكسز، زي بتاعت شركة معينة يقول لك فليكسات، فلاكسز، لحد ما برجع اصنع منها نفس الحاجه ديت. بمعنى لو انا مثلا عندي قماش وبفضل افتفته وبيبدا يبقى عباره عن قطع قطن بسيطه، برجع اعمل بيه تي شيرت تاني، يعني من نفس الاندستري او من نفس التصنيع بتاعه. مثلا عندي الكرتون ده ببدأ أفتفته وأرجع أستخدمه تاني وأجمعه وأعمل بيه كرتون تاني زي بتاعة الكاب كده. طيب ده بالنسبة للميكانيكال، فكرة الفتفتة أو فكرة إن أنا بقطع الحاجة لأجزاء بسيطة جدا وبرجع استخدمها تاني وأعمل منها نيو برودكت. طب تاني نقطة فكرة الانرجي ريسايكلينج، وهو بمنتهى البساطة لو أنا مثلا أخدت حاجة زي البلاستيك وبدأت أحرقها، فبنلاقي إن البلاستيك وهو بيتحرق بيطلع دخان، فبدأوا يقولوا طب ما احنا ناخد الهيت انرجي ديت أو الدخان ده وأبدأ أستخدمه زي ما كنت بستخدم الدخان بتاع الفحم. فاكرين كنا بنعمل إيه في الدخان بتاع الفحم؟ كنا بنحوله او بنحوطه بميه، فكان الدخان دوت درجه حرارته بتبقى قليله، وبعد كده بندخله على التوربين فبيبدا يحوله الكاينيتيك انرجي، بعد كده ندخله على الجنريتور فيبدا ياخد الكاينيتيك ويحولها لالكتريكال. فهي دي نفس الفكره. فقال لك ما تيجي نحرق البلاستيك، ولما يجي يطلع الدخان نخلي الدخان دوت او الهيت انرجي ديت تتحول لكاينيتيك او ميكانيكال، وبعد كده الكاينيتيك نحولها لالكتريكال. فاحنا كده من حرق البلاستيك ممكن نطلع كهرباء او ممكن نطلع سخونيه. فبدأ يقول لك ان حرق البلاستيك بيطلع لي، احفظ معايا، electrical power او thermal power، طاقة كهربائية او طاقة حرارية. واخيرا كمان بدأ يكلمك عن الألمنيوم ريسايكلينج بشكل أكبر، وبدأ يوضح لك إن الألمنيوم لو أنت مثلا هتطلعه من المنجم ده بيحتاج 15,000 كيلو وات في الساعة. الطاقة اللي بنحتاجها علشان نطلع ألمنيوم من الأور بتاعته اللي هي البوكسايت، المنجم بتاعه بحتاج 15,000 كيلو وات في الساعة الواحدة. طب لو أنا مش هطلع الألمنيوم وهرجع أعيد استخدام ألمنيوم أنا أوريدي كنت مطلعه بس هسيحه وأعمل له ريشيبنج، ده هيوفر لي قد ايه؟ قال لك هيوفر لك 95% من ال 15,000 دول، يعني من الاخر كده كل الطاقه اللي هتحتاجها 750 كيلو وات في الساعه، فدي ما تكملش ال 5% من الطاقه اللي انت كنت هتبذلها. طيب فعشان نعرف او نحسب الطاقه اللي انا وفرتها، هشوف انا
اصلا ان انا اطلع الالومنيوم كان بقد ايه؟ ب 15000 كيلو وات. وانا لما جيت بقى قلت لا انا مش هطلع الومنيوم من المنجم، انا هرجع اعمل ريسايكلينج واستخدم اوريدي الومنيوم كان عندي، ده خلاني استخدم او استهلك انرجي قد ايه؟ 750 كيلو وات. يبقى التوتال اللي انا وفرته قد ايه؟ من ال 15000 انا استخدمت 750، يبقى انا وفرت قد ايه؟ هتلاقيها 14250 كيلو وات بير اور. اوكي. بعد كده جه يتكلم عن الانرجي، خلصنا الانرجي. بعد كده جه يتكلم بقى عن الكيميكال ريسايكلينج، وخلي بالك ان الكيميكال ريسايكلينج 4 انواع. اول نوع اسمه الديكومبوزيشن او الكيميكال ديكومبوزيشن، وده اللي احنا بنعمله في البورد بتاعت الكمبيوتر. لما بتقدم بيبدا الراجل اللي بياخد الحاجات القديمه دوت يبدا يسيح منها النحاس اللي فيها او الذهب اللي فيها ويرجع يستخدمه. او كمان ممكن نستخدم الكيميكال ديكومبوزيشن في الادويه اللي حصل لها او اللي بقت اكسبايرد، الادويه منتهيه الصلاحيه، برضو برجع اعمل لها كيميكال ديكومبوزيشن وفتفتها بالاسيدز والبيسز علشان محدش يستخدمها وتكون هارمفول بالنسبه له. ده اللي انا قلته. طيب اي حد محتاج الملخص ده يقدر يبعت لنا وهنبعته له. طيب تاني حاجه فكره الكيميكال نيوتراليزيشن. يبقى اول حاجه الكيميكال ديكومبوزيشن في انواع الكيميكال ريسايكلينج. تاني حاجه كيميكال نيوتراليزيشن، فكرتها ايه؟ لو انت عندك اسيد عايز ترميه، لا ما ترميهوش، ممكن ياثر على حاجه او ياكل في حاجه. امال اعمل ايه؟ احط له بيز. الاسيد والبيز بيعادلوا بعض، بيعملوا عمليه اسمها نيوتراليزيشن فيطلعوا لك سولت ووتر. وممكن كمان تستخدم الملح ده، ملح الطعام او وات ايفر الملح ده هتستخدمه في ايه، بس على الاقل ما تكونش رميت اي اسيد او بيز يضر البيئه. يبقى انا لو عندي اسيد ممكن احط له بيز فيديني سولت ووتر، او لو انا عندي بيز وعايزه ارميه لا احط له اسيد فهيديك برضو سولت ووتر وتقدر تستخدم السولت والووتر دول تاني. تالت نوع اسمه البيروليسيس في الكيميكال ريسايكلينج، وده مهم جدا. يعني ايه بيروليسيس؟ لو حد وقفك في الشارع كده وقال لك هو يعني ايه بيروليسيس، هتقول له معناها اني هحرق الحاجه دي في درجه حراره عاليه جدا وفي غياب الاكسجين، درجه حراره عاليه وغياب الاكسجين. هي دي فكره البيروليسيس. طب دي بستخدمها في ايه؟ في الاورجانيك ويستس، الفضلات العضويه او البلاستيك. ببدا استخدم فكره البيروليسيس، احرقها في درجه حراره عاليه واكسجين مش موجود، فلاقيها طلعت لي زيت اللي هو زي البايو اويل، او الاقيها طلعت لي مواد خام، حاجات صالد ارجع استخدمها في حاجات تانية او في تصنيعات تانية. او ممكن كمان تصنع لي او تطلع لي غازات كومباستبل، يعني قابله للاشتعال زي الغاز الطبيعي. اوكي طبعا ما شاء الله عليا حافظه يعني 5. اخر نوع من انواع الكيميكال ريسايكلينج هو اسمه كيميكال رياكشن، وهو بمنتهى البساطه بيقول لك ان انا لو عندي اي بواقي اكل او اي بواقي محاصيل، انت عارف ان الجلوكوز بنرجع نحط له شويه انزيمات ويطلع لي الايثانول. الايثانول ده اللي يعتبر وقود، فبنقول عليه البايو فيول. يبقى بمنتهى البساطه بيكلمك على ايه؟ بيقول لك ان اي اورجانيك ويستس او فود سكراب، بقايا اكل، ممكن اطلع منها اورجانيك فيرتلايزرز اللي هي سماد عضويه. او كمان ممكن تاخد المحاصيل اللي فيها جلوكوز اورجانيك ويستس وتحط لها بكتيريا، والبكتيريا دي بتكون عندها انزيمات وتقلب لك الجلوكوز لايه؟ لايثانول او بايو فيول. اوكي طيب، فبيقول لك طبعا في الاخر ان ده طبعا بيأثر على البيئه بشكل كويس جدا. وكمان فضل يقول لك بقى في الاخر لو انت ما طبعتش جرايد ومش عارفه ايه هتوفر 17 شجره، و17 شجره دول، او انت عشان تصنع اي جرايد ده كمان بيستهلك انرجي كتير. فلو انت بطلت تصنع الجرايد هتوفر الطن الجرايد، هيوفر لك 17 شجرة، وهيوفر لك 70% من الطاقة اللي انت كنت هتبذلها، وهيوفر لك كمان 85% من الووتر في الطن الواحد. فبيقول لك لو انت بطلت تصنع الجرايد بشكل كبير، كأنك يعني لو بطلت مثلا تصنع 20 مليون طن من الجرايد، ده بما يعادل انك سحبت الويستس بتاعت 5 مليون من عوادم السيارات. فده رقم كبير قوي. يعني الصراحة معادلة غريبة، يعني معادلة غير مفهومة بالنسبة لي. هو بيقولك لو بطلت تصنع جرايد بشكل كبير، ده هيوفر لك 5 مليون من عوادم السيارات، كأنك شلت 5 مليون عربية. فماشي، يعني حتة عاملة زي الستات كده غير مفهومة، بس ما فيش مشكلة يعني.
طيب خلينا نرجع نحل الجزء ده شويه اسئله كده بس عشان ايه يفرفشونا. which of the chemical is an example of الميكانيكال recycling؟ الميكانيكال اللي هو بتاع الفتفتة. burning البلاستيك scraps to convert them to electrical energy. extracting الألمنيوم from البوكسايت. production of new plastic products from the plastic scraps. decomposition of organic wastes. ايه رأيكم؟ مين في دول يعتبر ميكانيكال ريسايكلينج؟ ها اوكي تعالوا نحل كده شويه اسئله. بيقول لي which of the following is an example of the mechanical recycling؟ يعني ايه اتفقنا يعني ايه ميكانيكال ريسايكلينج؟ يعني هعمل ريسايكلينج نتيجه حركه. طب اول واحد بيقول لك ان انت تحرق البلاستيك وتاخد الطاقه الحراريه اللي هتطلع تحولها لالكتريك. هل ده ميكانيكال ريسايكلينج؟ ده لا، ده كان ايه؟ انرجي ريسايكلينج، ان انت بتستهلك الطاقه. طيب تاني نقطه اكستراكتنج الالمنيوم فروم البوكسايت، ان انت تطلع الومنيوم. هو ده ريسايكلينج اصلا؟ لا، ده استخراج، اكستراكشن، او ممكن نقول عليه مايننج، تعدين. طب تالت حاجه برودكشن اوف نيو بلاستيك، ان انت تطلع نيو بلاستيك برودكت فروم بلاستيك سكرابس، يعني شويه بلاستيك متفتفتين عملت بيهم بلاستيك. هو ده الميكانيكال، يبقى هو ده، هي دي الاجابه الصح. طيب السؤال اللي بعديه in light of what you have studied, if the production of a certain amount of aluminium from the bauxite require 7,500 kilowatt per hour, dot hour, the recycling of the same amount of aluminium require. لو أنا هعمل production لكمية معينة من الألمنيوم والحاجة ديت احتاجت 7,500 كيلووات بر اور. طب انا مش هعمل اكستراكتنج، امال عايزه تعملي ايه يا مارينا؟ عايزه اعمل ريسايكلينج. كنا قايلين ان ده بيوفر 95% من الطاقه، بمعنى ان لو انا في الاكستراكتنج، في الاستخراج او في المايننج، خليها اكستراكتنج، احتجت انرجي 7500 كيلو وات اور، يبقى انا في الريسايكلينج هحتاج 5% بس من الايه؟ من الطاقه اللي انا بذلتها دي، لان انا بوفر 95، يعني انا بستهلك 5% بس عشان اعمل الريسايكلينج. يبقى انا هقول ال 7500 تايمز ال 5%. طب 5% دي بعملها ازاي؟ 5 ديفايدد 100 ايكوال كام يا ولاد؟ هتبقى 375 كيلو وات اور. بمعنى ايه؟ أنا عشان أطلع الألمنيوم من المنجم محتاجة 7500 كيلو وات في الساعة. طيب لو أنا بقى مش هطلع، لو أنا هرجع أستخدم أو هعمل ريسايكلينج للألمنيوم أوريدي كان عندي، بس هبذل شوية طاقة قليلين جدا عشان أرجع أستخدمه وأعمل له ريشيبنج وأجدده وأعمل بيه تشكيل تاني. ده هيحتاج قد إيه؟ هيحتاج 5% من الطاقة اللي أنا كنت هستخدمها هنا، فهو مديك الطاقة دي، فأنت هتقول يبقى الطاقة دي تايمز ال 5%، يبقى ده فكرة أو المجهود اللي أنا هبذله عشان أعمل الريسايكلينج. طيب السؤال اللي بعده من النيجاتيف امباكت، من الحاجات الوحشة للريسايكلينج increase in waste amount, polluting the air due to the waste burning, depletion of the natural resources. كل حاجة لو أنا بطلت أعمل ريسايكلينج هيحصل كل ده. طيب Number 4, which of the following substance is preferred to be used in decomposing the expired drugs into harmful compounds؟ كنا متفقين ان expired drugs انا بحط عليهم اسيد او بيز علشان اتخلص منهم ومن الهارمفul بتاعهم. طيب انا دلوقتي احط صوديوم ولا ووتر ولا صوديوم هيدروكسيد ولا بوتاسيوم كلورايد ولا صوديوم كلورايد؟ اولا الصوديوم كلورايد ده اللي هو ال NaCl، ده ملح سولت، ده ولا اسيد ولا بيز، انا بحط اسيد او بيز. طيب البوتاسيوم كلورايد اللي هو KCl ده برضو سولت، ولا الصوديوم هيدروكسيد اللي هو ال NaOH بيز، يبقى احط البيز، ولا هحط ووتر، لا ولا ده ولا ده ولا ده، يبقى انا بحط بيز، يا بيز يا اسيد، عشان ابوظ او ادمر اي دواء منتهي الصلاحيه عشان ما يضرش حد، يبقى بحط يا بيز يا اسيد. فهنقول ان الصوديوم هيدروكسيد، ولو جالي الهيدروكلوريك اسيد اللي هو ال HCl برضه هحطه، ده من نوع من انواع الاسيدز. وبكده نكون لخصنا الدرس الثامن وحلينا عليه شويه اسئله صغيرين كده بس لطاف. انا كده خلصت، وافتكروا دايما مع باي ديفا الانتجريتد ساينس سهله وخفيفه. باي باي.